Alors donc je suis pas d'accord qu'une jeune fille se marie tôt parce qu'elle profite pas de sa jeunesse et elle a besoin de rester à faire ses études avec ses frères et sœurs. Parce que si on se marie jeune, on est tout de suite maman et on n'est pas préparé à être maman à 17 ans. Là, أنا جربتها parce que زوجوني à 17 ans, mais c'était pas mon choix. C'est mes parents زوجوني à 17 ans et صغري كاع راح parce que j'ai passé ma jeunesse à نربي les biberons, les couches, à Marie et finalement pendant que tes copines مازالوا يلبسوا يخرجوا يلعبوا أنايا j'étais une maman في الدار. Donc j'ai pas profité de ma jeunesse. Trop tôt. Et c'est trop tôt. Oh, mais après alhamdoulilah ربيتهم دركا c'est des hommes. كبروا c'est des hommes. Et, non que des hommes. J'ai que des garçons. Et c'est des hommes كبروا. Mais ma jeunesse راحت. Je me rends compte que ma jeunesse راحت. دركا كبرت mais c'est pas pareil. Parce que دركا on peut pas profiter تاع هذيك la jeunesse تاع l'adolescence. هذيك وحدها l'adolescence وحدها entre 17 ans et 25 ans لازم l'adolescent il s'amuse. Il faut يلبس, il faut يخرج, il faut qu'il fait des connaissances, il faut يتعلم, il faut qu'il étudie. Il y a plein de choses à faire. Donc c'est pas que mariage, les couches, les biberons, le mec faire à manger, tu vois. Et moi donc voilà, je suis pas d'accord qu'en 2025 une jeune fille تتزوج بكري. Trop tôt. Il faut qu'elle attende. Maintenant, en 2025, je pense que la jeune fille تقدر تتزوج vers 29-30. 29-30, elle est prête. Parce qu'elle a profité de sa jeunesse ou en même temps, elle est prête pour faire un foyer, تربي الأولاد. هي يعني هي على كل حال حرية تعبير. أنا نشوف وجهة النظر ديالي حرية تعبير وحرية بصح انا حسيتها بوكو بليس باش يستفز المواطنين. هذا ما كان باسكو حنا عندنا لاكرينطا عندنا الحراره تاع البلاد وتاع الاخر هو باش يستفزهم هكذا وكاع يديروا الضجه في المواقع الاجتماعي بهذه الطريقه يعني. شوف نستعملها مخليتها عادي في حياتي ما خليهاش تاثر عليا زعما وين نحبس زعما ليزاكتيفيتي تاعي باغ اكزومبل نحبس حاجات انا نديرهم في حياتي نخليها تغلبني نورمال نستعملها كي نسحقها كي نحب نستفاد منها كي يكون عندي فيد باغ اكزومبل ماشي زعما نخليها تاثر عليا بزاف. المحتوى اللي كتشوف في السوشيال ميديا اسمه مليح ماشي لا غير المحتوى كيما تحب انت تحب تروح كيما نقولوا حنا تابوني تفاهات وحوايج ما يفيدوش حوايج هكاك برك تاع فراغ غنى ما باليش انا ليسونسيال هكا هنا باينه بلي انت اللي رحت ليها مي كي تحب تستفاد وكيما نقولوا حنا تروح دير تبع لي الكونتنت يعني اللي صحي حابهم يفيدوك ويفيدوك تستفاد منها وتستفاد منها صح. شحال استفدتي منها من المواقع؟ شوف انا كنت نتبع بزاف طبخ نحب نطيب ويعني ماشي زعما حاجه هكا سبيسيال نتبع اي حاجه نحسها مفيده نحب نستفاد منها نحب نتعلمها نحب نعرفها نروح ليها. هذه هي. رايك السلبيات اسكو كاين سلبيات اكيد كاين سلبيات. شوف كاين كيما نقولوا حنا تدي لك وقتك بزاف باسكو انت تدخل انستغرام دوكا على جال 10 دقائق تلقاها ولات 3 سوايع واش راك دير ما ثم تفيق لهاش طول ثم راح لك الوقت صح يروح تدي الوقت بزاف وشغل تولي ما تركزش في امور كاين امور بزاف تولي ما تركزش فيهم تولي تحب تقرا ما تقدرش تركز باسكو طل غير هكا تفرج تطلع وتهبط هذا مكان بلا فايده. ثاني كاين انا شغل اللي شفتهم شغل هكا حتى الصلاه ما ولاوش يصليوها في وقتها بسبب انهم يظلوا هكا في لي ريزو سوسيو وخلاص دات لهم الوقت حتى ولات لهم امر عادي يعني. والله شوف الجانب المظلم للسوشيال ميديا هي الافكار اللي تكون داخله على المجتمع نتاعنا واللي قادره يعني تهدم القيم اللي ربما تربينا عليها ولا القيم تاع المجتمع. هذه حاجه مهمه بزاف وخاصه لازم لي فامي يعسوا اولادهم بارابور السوشيال ميديا على خاطر طفل صغير كي
كيغلق على روحو في لاشومبر، ماكش على بالك راه يتبع، ما على بالكش باش راه يتفليون ساعه. على هذا لازم السوشيال ميديا راهي فيها جانب مظلم كبير، يعني لو كان ما يكونش كاين حذر تقدر تكون كوارث. نسبة الطلاق راهي بزاف باسكو الرجال راهم خداعين بزاف والنساء يطلبوا المهر بزاف وما يحمدوش ربي. لهذا السبب مبقى كثرة الطلاق بزاف في هذا الوقت في المجتمع. هذه هي اسباب واحده في رايك؟ باسكو ولاو يشرطوا بزاف وما يحمدوش ربي، يشرطوا شروط بكري ما كانتش كيما هكا، كانوا غير بالقليل وعايشين الحمد لله يا ربي. هذه هي. أنا حاجة اللي صارت لي من عند الإنسان ماشي من عند الله. الإنسان هو اللي ولا خبيث أعوذ بالله. ربي خلقه إنسان عنده عقل وقيمه ودله وزن، لازم يحترم الناس ويحترم ويقيم، ماشي الدنيا مادة. هذا الإنسان تاع واش نقول لك تاع مادة، واللي يمشي بالمادة ماهوش راجل، والمرأة اللي تمشي بالمادة ماهيش امرأة. ربي خلقنا باش نتعاونوا استا. هذا بهذا حاجة قدر يقول، هذا بهذا، هذا يرفد هذا، وجعلناكم قبائل وشعوبا لتتعارفوا، وحدة ثانيا وتعاونوا على البر والتقوى. ما كاش الاستكبار ما بين هذا وهذا. نورمالمون اللي عقل يفهم باللي ربي هو العظيم، ما كاش فوق ربي. يعني خدمة ناقصة، كل شيء صعيب في الدنيا هذه، ماشي سهل واحد باش يقول لك نخدم ولا باش يوفر. يا صراحة الإمكانيات قد ما كما قال لك يوفر مع الكرام مع الدراري مع المشاكل تاع الدنيا سي با فاسيل. صراحة حنا نطلبوا حاجة من البلاد هذه، أماكن للشغل باسكو ناقصتنا بزاف. وزيد كاينة حاجة، نحونا المعارف برك، نحونا المعارف. حنا ماذا بينا كي ندخلوا نخدموا نبوزي لك دوسي تاعي، ماشي شرط لازم تعرفني باش تدخلني نخدم. أنا مواطنة ولا نعطيك دوسي تاع دار لازم تعرفني باش تعطيني دار. أنا مواطنة من حقي ندي دار ومن حقي نخدم. هذا ما كان يا خويا.